سؤال: مين أقوى شخصية في عالم الأنمي؟ سوري ذا كلام سايتاما. الجيل الجديد بيتكلم. أقوى واحد في عالم الأنمي طبعا جوكو. وعشان أنهي هذا الجدال دخلت إلى شات جي بي تي واستخدمته لأول مرة في حياتي عشان أعرف من وجهة نظره مين أقوى 20 شخصية في عالم الأنمي. بانكاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي دينا، بقدم محتوى أنمي. لو أول مرة تشوفني يا ريت تقول معايا، اللي حافظ يقول معايا. كمل الفيديو للآخر، ولو عجبك اعمل سبسكرايب. عايزين نوصل ل50,000 في نهاية السنة. حاضر وانا حاضر دلوقتي وعدني كل سنه هطلع معاك. ان شاء الله. اهلا وسهلا. انا من الناس اللي مش مهووسه بالشات جي بي تي، ولا بكلم حد واقول له انت عامل ايه فيقول لي انت كويسه ولا لا. صراحه شايفه الاختراع ده ما بحبوش ومش بستريح في التعامل معاه خالص. ولكن من الحاجات اللي احنا عايزين نعرفها وننهي الجدل فيها مين اقوى شخصيه في عالم الانمي، فقلت خلاص هتنازل عن مبدئي وهدخل على شات جي بي تي واقول له كده: يا استاذ يا محترم، اديني اقوى 20 شخصيه في عالم الانمي. يعني من غير احم ولا دستور، ولا هقعد اتناقش معاك ولا اقول لك ازيك واخبارك ايه. كتبت له اقوى 20 شخصيه في الانمي. اخلص. رقم 20 سوبرمان جين من انمي ذا جاد اوف هاي سكول. معرفوش وما شفتش الانمي. عنده قوه اسمها قوه اله القرد، جعلته احد اقوى المقاتلين. ده ايوه زينون بيه. يعني انا محتاجه اتفرج عليه يا استاذ سوبرمان جين. اوكي. رقم 19 من انمي فول ميتال الكيميست براذر هود، ادوار إلريك. يتمتع بمهارات كيميائيه مذهله وقدره على تحويل العناصر. ان ادوارد يكون في لائحه اقوى 20 موتراني يا جي تي بي تي، موتراني جدا. ادوارد قوي وكل حاجه، بس يعني رقم 19. المركز ال18 ايرين ييجر من انمي اتاك اون تايتن. يمتلك قوة التايتن ولديه تحولات مدمرة. حضرتك ده لو فعل الدك مين هيقف قدامه؟ ايرين ييجر رقم 18. اوكي. المركز ال17 اسكنور من The 7 Deadly Sins او الخطايا السبعة. قوته تزداد في النهار ليصبح اقوى محارب في الظهيرة. من الانميات اللي مشفتهاش The 7 Deadly Sins لانه تصنيفه اتشي، واللي معرفش تصنيف الاتشي هو تصنيف يحتوي على لقطات خارجة بلس 17، فيعني ما احبش ان احنا نتفرج عليه. انا ما احبش اتفرج عليها بصراحة، ولا احب اي حد يتفرج عليها. بس انا الانمي فعلا في الاول كان بادئ بداية قوية جدا، وبعدين ما حدش بقى يتفرج عليه. فاسكنور من الشخصيات اللي انا عارفاها جدا، وعارفه ان هو بيبقى ضعيف ورفيع كده وبعدين بيبقى قوي، فوجود اسكنور حاجه منطقيه جدا. اللي بعده المركز ال16 كيرا يوشاكاجي من انمي جوجو بازار ادفنتشر. يتمتع بقوه خاصه في قدرته على جعل اي شيء يلمسه ينفجر. لا حلوه دي قوي يا كيرا، حلوه الخاصيه دي جدا، عجباني. بدأ طبعا ما شفتش جوجو بازار، برضو من الحاجات اللي انا عايزه اشوفها وبتترشح لي كتير، ولكن يعني عندي تخوف من الرسم. ممكن ما اتعودش عليه او ما احبوش، بس هديله فرصه وش. المركز ال15 شينرا كوساكابي من انمي فاير فورس. يمكنه التحكم بالنار ويصبح سريعا كالصاعقه. هل هو ده البطل بتاع فاير فورس؟ انا فاير فورس شفت اول 3 حلقات وما كملتوش. مش عارفه ليه بصراحه، اي سبب بتقولي ليه معرفش، بس كان الاحداث بادئه بطيئه فما شدتنيش. بس ان هو يكون حد منه في اقوى 20 في العالم الانمي مستغربه بصراحه، فده يخليني ان انا عايزه اكمل الانمي. المركز ال14 من انمي ديمون سلاير تانجيرو كامادو. يمتلك مهارات قويه في تقنيات التنفس والمبارزه بالسيف. يعني احنا شكلنا عمالين نخرف. تانجيرو قوي طبعا، تانجيرو قوي جدا، بس انا لغايه دلوقتي لغايه قبل ما الافلام ما تنزل تانجيرو عادي، يعني ما عملش واو. هو قوي وكل حاجه، واحنا منتظرين له مستقبل كبير، واكيد هو اللي هيخلص على موزان. بس لغايه دلوقتي انا مش شايفه ان تانجيرو ينفع يكون من اقوى 20 في عالم الانمي. اللي بعده المركز ال13 ساكورا من انمي ناروتو. انت راجل محترم. تصدق ان انا تراجعت عن كل اللي انا قلته؟ انت شات جي بي تي محترم. ربنا نصرني على ناس كتير جدا بتشكك. ساكورا في المركز ال13 رغم كونها بشرية إن لديها قوة جسدية مذهلة ومهارات شفاء عالية. بص أنا بحب ساكورا جدا طبعا جدا، وهي تستحق تكون من أقوى الشخصيات في عالم الأنمي، لكن من أقوى 20
ماشي، يعني أنا هاطبّل وأقول ماشي، بس أنا مش مقتنعة خالص بصراحة، وأنت يعني شكلك عمّال تخرّف، بس ساكورا قوية ولازم نتّفق إن ساكورا من أقوى شخصيات ناروتو، عشان بس مش عايزين زيطة وزنبليطة، لكن ما تنفعش تكون في ال20. المركز ال12 من أنمي طوكيو غول كانيكي كان، نصف غول يتمتع بقوة هائلة وقدرات خارقة. ما شُفتش طوكيو غول غير لمّا كان بيتضرب كانيكي وبعدين اتحوّل وكده، لكن هل كانيكي قوي لدرجة إن هو يبقى رقم 12؟ المركز ال11 من أنمي يو يو هاكاسوشو. أنا مش عارفة إيه الأنمي ده، الأنمي ده عمره ما عدّى عليّا. اسمه إيه بقى؟ يوسوكي أوراميتشي. بُصّوا الكلام ده طبعًا في المونتاج أنا مش عارفة شكل الناس دي نهائي، بس طبعًا في المونتاج هنبحث ونطلّع صورهم. ماله بقى الأستاذ ده؟ يتمتع بقوة روحية هائلة جعلته أقوى مقاتلي العالم الروحي. إحنا لا عارفين قصة الأنمي ولا عارفين الأنمي ولا عارفين الأخ يوسكي نفسه، وهنمشي وراك يا ChatGPT إن هو رقم 11. أنا مش شايفة، يعني أنا مش شايفة لغاية دلوقتي حد أقول ده أقوى حد في الدنيا. دلوقتي إحنا خلاص ممكن نعتبر يا ChatGPT كل اللي أنت قُلته ده تخريف، وأنت داخل لي بقى على الtop 10 اللي هم أتقل 10 شخصيات وأقوى 10 شخصيات في الأنمي. تعالَ نشوف. المركز العاشر إنزول جون من أنمي Overlord. ساحر يمتلك قوة لا نهائية تقريبًا في عالمه مع جيش من المخلوقات القوية. هل هو ده البطل؟ كان في بطل كده هيكل عظمي ووشه هيكل، هل هو ده يعني؟ هو ده قوي كده؟ ما شُفتش Overlord برضه. أنا حاسة بإهانة كبيرة جدًا إنه عمّال يجيب لي أنميات، أنا توقعت أسماء بقى، أنا توقعت بقى هالاقي تاتشي بقى وهالاقي مش عارف أيزن، أنا إيه ده؟ المركز التاسع ألين ووكر من أنمي دكتور جراي مان. يمتلك قدرة على تدمير الأرواح الشريرة بسلاحه الخاص. فرقم 9 من أقوى شخصيات في عالم الأنمي اسمه ألين ووكر، تقريبا ده هو البطل. ماشي. رقم 8 من أنمي الخطايا السبع مليودس. هو تقريبا الخطايا السبع داخل معانا بكذا. ميليودس يمتلك قوة شيطانية وقوة قتال عالية ويعتبر من الأقوى في عالمه. تاني هقول لك أنا مشوفتش الخطايا السبعة، بس هل ميليودس قوي للدرجة دي؟ مش عارفة صراحة، لو شفتوه يا ريت تقولوا لي. المركز السابع ساكورا تومويو من أنمي مش عارفة إيه ساكورا. تمتلك قدرات سحرية قوية من خلال بطاقات كله. احنا هنهزر مع بعض، ده بجد. إيه الأنمي ده؟ أنا في حياتي ما سمعتش عن حاجة اسمها كارد كابتر ساكورا. كارد كابتر ساكورا أنا عمري ما سمعت عنه. أنا عمري ما سمعت عنه. إيه بطاقات الكلو دول؟ كلو؟ ممكن تكون كلو؟ ما اعرفش يا جماعة. أنا ندمانة جدا. المركز السادس أخيرا. المركز السادس حد أعرفه. المركز السادس حد حاسة إنه فعلا قوي. المركز السادس من أنمي بليتش كوروساكي إتشيجو. لديه قدرات شينجامي بالإضافة إلى قوة كذا وكذا. طبعا مش هحرق، بس زي ما قلت لكم في حلقة بليتش اللي انتوا طبعا ما شفتهاش لأنها جايبة فيوز زي الزفت، إن إتشيجو مش بني آدم عادي. إتشيجو فيه تقريبا، شايف الأنواع اللي موجودة كلها في الأنمي، يعني هو فعلا الأقوى. فطبعا وجود كوروساكي إتشيجو ضمن ال20 ده حاجة مقنعة جدا جدا، وتقريبا ده أول اسم في القائمة لغاية دلوقتي اللي أنا بقراها أنا راضية عنها، غير كده عك. المركز الخامس الحمد لله أوزوماكي ناروتو من أنمي ناروتو. بيتمتع بقوة الشينوبي وسرعة هائلة وقوة الكيوبي الوحش ذو ال7 خيول. طبعا وجود ناروتو في القائمة وفي المركز الخامس حاجة طبعا متوقعة جدا، وممكن يكون أقرب كمان. ناروتو من أقوى الشخصيات اللي موجودة في عالم الأنمي، ده حاجة متفق عليها جدا. يعني احنا المركز السادس إتشيجو، المركز الخامس ناروتو. أنا كده مطمئن، يعني كده ماشيين كويس، احنا كده ابتدينا نعدل في الطريق. المركز الرابع من أنمي ناروتو برضو مادارا أوتشيها. يتمتع بقدرات شارينجان ورينجان وعنده قوة تدميرية هائلة. ده انا ضربه بالجزمه. انا في عرضك وطي صوتك. وطي صوتك بقول لك ضربه بالجزمه. مادارا قوي وكل حاجة على عيني وعلى راسي، بس هو اتغلب. يعني هو الحاجة الوحيدة اللي غلبها هما الكاجي الخمسة. مايت جاي كان خلاص وش هيغلبه. هاشيراما يعني غلبه رايح جاي. فهو انت تحط لي مادارا اوتشيها رقم 4 ليه؟ مش عايزه اعمل مشاكل مع محبي مادارا، بس شايفه ان مادارا متفوق. مادارا طبعا لازم يكون من توب 20 في القائمه، بس مش رقم 4 ومش قبل ناروتو بصراحه، يعني مش بصراحه. فدي عكه من ChatGPT بصراحه. المركز الثالث سون جوكو
من انمي دراجون بول، يمتلك مستويات قوية جدا كالسوبر سيان والالترا مش عارفة ايه. جوكو المركز الثالث. طبعا هيحصل بقى دلوقتي فانز دراجون بول يجي اوتاكو هيعمل يعني فيديو يدسني، والله ما انا مش دعوة، شات جي بي تي هو اللي مخلي جوكو المركز الثالث. مين المركز مين المراكز التانية يا اسطى؟ انا خايفة تحطني انا كدينا بليتش، تبقى إيه؟ انت بتهرج. حاسه ان ممكن ايزن يكون المركز الاول. المركز الثاني من انمي وان بانش مان سايتاما، يستطيع هزيمة اي خصم بلكمة واحدة مما يجعله غير قابل للهزيمة تقريبا. يعني انت كشات جي بي تي خلصت الجدال اللي بين جمهور دراجون بول ووان بانش مان ان مين الاقوى، سايتاما ولا سون جوكو، واقنعتنا خلاص. انت كده بتقول ان سايتاما اقوى من جوكو، فدي طبعا مشاكل مع الجمهور، انا مش دعوه. انا لا بشوف يعني لا بقى ليا في ده ولا ليا في ده بصراحه، انا واحده بحب ايز. طيب يا باشا، طيب يا حبيبي، احنا سايتاما ومادارا وناروتو وجوكو مين الاول؟ مين الاول؟ الاول من انمي دراجون بول زينو ساما. انا معرفوش مشفتش الانمي، بس زينو ساما يمتلك القدرة على تدمير أكوان كاملة بسهولة. طبعا يبقى هو رقم واحد، يبقى هو رقم واحد، ماشي، ما عنديش مشكلة اوكي. سؤال يا شات جي بي تي، يعني انت حر، انا دايما ما بعلقش على حد، ما بحبش حد يعلق على ارائي، فانا مش هعلق على ارائك، بس يعني جوجو ساتورو ما شربش عندك شاي؟ ما عندهاش يشرب شاي معاك؟ ماريليونا مثلا ما قالتلكش تعالى نشرب عصير برتقال يا شات جي بي تي؟ ما حدش من هانتر اكس هانتر عدى عليك كده قلت تسأل عليه عامل ايه؟ نترو مثلا عامل ايه؟ يعني انا مش عارفه اقول ايه بصراحه. انا اسفه جدا ان انا اهدرت وقتكم بفيديو زي ده، بس توقعت ان شات جي بي تي اللي كل الناس بتتكلم عنه لما اقول له اقوى 20 بطل في الانمي او اقوى 20 واحد في عالم الانمي كله يحط لي. بس انا فخوره ببنتي ساكورا ان هي موجوده في القائمه دي، ده حاجه بسطتني جدا. الحمد لله ان اتشيجو من بليتش موجود، بس قائمه عبث بصراحه، ده رايي الشخصي. في ناس كتير قوي تستحق ان هي تكون في التوب 20، ما لقيتش اسامي، يعني لاقيه اسماء عجيبه بصراحه وشخصيات انا عمري ما شفتها وانميات عمري ما شفتها. انا قررت ان شاء الله ان انا مش هسيبك، انا ارائك العجيبه دي انا مش هسيبها، انا وراك 20 احسن، قول لي 20 احسن انمي، وقول لي 20 احسن بنت، وقول لي ده، انا مش هسيبك، انا عايزه اعرف ارائك القرف دي انت جايبها منين. ولو وصلت معايا لغايه هنا اشكرك شكرا جزيلا. وقبل ما امشي هسالك سؤال واحد، هل عملت لايك؟ هل ضغطت زر السبسكرايب؟ طبعا لو عملت كده او عملت كده او ما عملتش اشكرك عزيزي المشاهد، وان شاء الله اشوفك في فيديوهات تانية كتير. باي.